يأساني دي الدنيا كلها بوجهي. قاعده هيك لقيت بتقول بدي بحبش بهالتليفون، لقيت واحد كاتب اريد زوجة بالحلال. قلت اوف صابت، ما هيدا عريس. فتت عملت له قبول وقلت له السلام عليكم. قال لي عليكم السلام. قلت له انت حضرتك طالب زوجة بالحلال؟ شو رد؟ قال لي ايه والله يا لولو انا طالب. قلت له طب ليش عم تفتش؟ ما انا موجوده، انا جاهزه. قال لك هيدي وقحه. قلت له انا ما حاستحق، مش انت طالب بالحلال وانا طالب بالحلال، انا عندي ظروف بدي اتجوز بالحلال ما بدي بالحرام. فجين صورته حلوه، على اساس صورته حلوه. قلت له قد ايه عمرك؟ قال لي هو لا من جيلي منه، لا انبسطت انه من جيلي عشان هيك اللي شجعني. منين حضرتك؟ قال لي انا من الاردن. قلت له طب شو العمل؟ انت فيك تيجي على لبنان؟ قال لا ما فيني اجي، انا هلا بدي تيجي انت لعندي. حملت حيل انا. قلت له طيب بدي اروح احجز. رحت حجزت. بحياتي انا دائما بالتانجو بقول له بس فرجون طياره شوف شكلها، حلمي شوف طياره. المهم حجزت. الجراءه اللي فيي ما بعرف شو صار فيي ومتى زي كان ضايعه غايبه عن الوعي. حجزت وجبت التيكت وجيت على البيت. جبت شنطه محروم كله هيدا سوى، لانه انا اللي تجوزته ما حدا كان يجهزني باي قطعه ثياب ولا حدا يصرف علي. من حرقه قلبي لاني مبسوطه رايحه عند عريس، البيبدولات الثياب الحلوه اللي محرومتها بحياتي. وجبت له كيلو بن للعريس مشان نشرب قهوه انا وياه هنيك. انت راح تجهزي حالك؟ ايه لا ايه شو تروح فاض على القليل ببين شيء في مجهز يعني. ايه المهم بس ما عشت صراع انه المرأة تبين كأنها مستميتة للزواج وبدها تتجوز؟ لا متفاهمين عادي يعني انه عادي يعني صار قد ايه ضليتكم اونلاين لهالقد؟ يعني شهر شهرين يمكن. شهر بكفي برأيك؟ خلاص يعني صرنا عقل بعض عادي. بس المرأة اللي قطعت بكذا خيبة عاطفية كان هين تبني ثقة مع رجل بشهر وتروح على الأردن كرمال تتجوزه؟ ما بعرف شو كان صار فيي صدقني، فادي الذاكرة كنت هاللحظة، ومن بعدها يعني صرت بعدي بقى خلاص. حضرتي حالك؟ لا حضرت حالي كل شيء. قلت له الله يرضى عليك اذا رحت لهنيك ما إلي حدا قاعد في مضيق بكون موجود. قال لي ولا يهمك قالوا له ستي بكون انا قاعد على باب المطار. قلت له خلاص. قال لي ايه. وانت مبسوطه بدك تروح عند العريس؟ مبسوطه رايحه احلى منظر، البرق وغير شكل رايحه. المهم ظبطتي حالك غير شكل. وصلت على الاردن، فتت على المطار بدي اظهر بقى اشوفه. ظهرت على المطار اوف ما في عريس. وين عريس؟ انا من هون لهون شلوا اجاي صوت ابكي. قلت عملت اجاني اخذت بوكس مهارات تانجو. هيدا كذب علي الزلمه. ما في عريس شو بدي اعمل؟ صوت ابكي. كيف فتشتي؟ ايه ظهرت على برا على الطريق ما في حدا، ما قال لي بنطك برا على البوابه. صوت ابكي شو بدي اعمل؟ انا وظاهره لبرا ما لقيت الا واحد قال لي يا لولو. ديرت وجهي هيك مشهد بجنن ما بنساه. البطون على راسه، الشحاطه مخزقه، البنطلون مجعلك، كتابه مجعلكين، ريحته طالعه، حمل لي الشنطه. هو حمل لي الشنطه انا فقعت بكي اكثر. قال لي ححطك يا لولو بالسياره دغري عند المأذون لاني بخاف الله انا. هلا لما قعدت بالسياره لقيت انا هيك عامله فعاني بكي فكرني انه عم ببكي انه عفراء لبنان. انا عم ببكي كيف بدي اخلص من هالجو بقى منه؟ كيف بدي اخلص منه؟ بعدين انا بحب الحلوين. طلعت صوره غير. انت ما شفتي صورته قبل ما تجي؟ بس صوره غير مرتب حالي يمكن متحممه هنيك. المهم اخذ الشنطه واخذني بالسياره وماشي السياره ساحبه فيي. وين رايح؟ الله اعلم وين رايح. انا عم ببكي ساحبه السياره على صحراء مش معروف وين وانا ما عم بحكي شيء. بكي 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 كيف بدي اخلص منه؟ ماشي السياره قام وصلني لطريق زي كانه صحراء. فوتني حمل الشنطه على ظهره وفايت ما في بيوت، ما في الا بطون اوضه سجاد مكسره، اوضه ثانيه قدامها، ما في حمام، ما في توريق، الشبابيك فاضيه، تخت معفن، المخده وسخه. قلت له وين جايبني؟ قال لي له طولي بالك حبيبتي طولي بالك. قلت له وين البيت الطابق؟ انا جبت لك بن اشرب قهوه انا لك على البرندة وقاعد هيك. تجوزتيه او ما تجوزتيه؟ لا ما شو تجوزوا اعوذ بالله والدنيا كلها. لا شو بدي اتجوزه؟ شو بدي اتجوزه؟